السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بيكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بألف خير. أهلا بحبايب قلبي اللي انضموا في القناة، سعدت وتشرفت بيكم. أتمنى لو أول مرة بتشوفوا القناة تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر اللايك وتشيروا الفيديو عشان غيركم يستفيد. النهاردة جاية لكم بريفيو عن كريم سترونج فيل، كريم لتساقط الشعر للشعر الجاف والتالف. كريم بمكونات وزيوت طبيعية، في مادة الكرياتين والبيوتين وفيتامين إي الذي يعيد للشعر القوة الداخلية وبيرطب الشعراية من الداخل وبيحفز من نمو الشعر وبيزيد من سماكة جذع الشعرة وبيخلي فروة الراس صحية أكتر. طيب إزاي نستخدم كريم سترونج فيل للشعر؟ ممكن نستخدمه حبايبي بطريقتين. اولا بنوزع كمية مناسبة من الكريم على الشعر قبل ما بننام وبندلك بيه فروة الراس بأطراف أصابعنا من دقيقتين ل5 دقايق. بنفضل ندلك فروة راسنا. طبعا تدليك بنوزع في جميع فروة راسنا، تمام. وبندلك فروة راسنا كويس جدا لأنه هو مغذي جدا للشعر وبيمنع التساقط، تمام. وبعد كده بننام بيه وبعد كده هو بنقوم الصبح نغسله، تمام. تاني طريقة ممكن بقى نستخدمه عادي جدا في تصفيف الشعر عادي جدا اليومي. بندلك بيه برضه فروة الراس ونحط على الشعر. طيب مميزات الكريم يا جماعة ايه هي؟ طبعا تركيبته مميزة جدا وغنية بالفيتامينات والزيوت الطبيعية. طبعا بيساعد على ترطيب وعلاج الشعر الجاف والتالف وبيساهم في تقليل التساقط وتقوية بصيلات الشعر ويستخدم في تصفيف الشعر وحمايته من الهيشان. سعر الكريم يا جماعة معانا 185 جنيه، العبوة بتاعته 120 جرام. طبعا الكريم ده روعة جدا. عن نفسي أنا أنصحكم بيه لأن طبعا أنا بستخدمه في منتهى الجمال. وطبعا في سبراي اللي هو سترونج فيل، حاجة كده ان شاء الله في منتهى الجمال وروعة جدا للشعر، بيعزز نمو الشعر طبعا. ولو في فراغات في الشعر بالنسبة للسبراي ما بيخليش في فراغات اصلا في الشعر. وطبعا انا سبق وعملت لكم ريفيو عنه واحط لكم صورة للسبراي وهحط لكم اللينك كمان بتاع الريفيو بتاعه. حاجة كده جميلة جدا، اللهم بارك. طبعا استخدميه في الروتين بتاع الشعر بتاعك، حاجة كده اللهم بارك جميل جدا. أتمنى إن الريفيو يكون عجبكم إن شاء الله. ياريت لو عجبكم الريفيو ما تنسوش لايك للفيديو وتشيروا الفيديو عشان غيركم يستفيد وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين. وخدوا جولة كده يا جماعة في القناة إن شاء الله. القناة فيها محتوى طبخ ووصفات كلها على قد الإيد وريفيوهات أجهزة منزلية. أتمنى تحوز على رضاكم وتدعموني لأقدم المزيد. ما تنسوش تشتركوا في القناة يا جماعة لو مش مشتركين عشان القناة إن شاء الله تكبر بيكم وليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.